تعال احكي لكم على تجربتي في يخت في السخنه ببروجرام كامل بقى شامل الغداء والسناكس والبول اللي في ظهر المركب والعوامات وحاجات تانية كتير. الحوار ابتدى اننا اتكلمنا فيتامين سي اللي عندهم تقريبا 4 يخوت في السخنه وممكن اكتر كمان، ويخوتهم مجهزه بالكامل. ولو انت مش حابب البروجرام ممكن يأجروا لك يخت، بس احنا اخترنا البروجرام الجولدن اللي فيها سناكس ومشاريب طول اليوم. ومش قادر احكي لكم بجد عن مدى السعاده وانت في نص البحر على فيو ممتاز. انت فجأة بدون مقدمات اول ما العوامات تجهز هتلاقي نفسك بتاخد واحده وتنزل الميه على طول، وبعدها بقى تلاقي اصحابك واحد ورا التاني بينطوا كده. ولو ما بتعرفش تعوم زيي هتبقى عامل زي البطه في الميه باللايف جاكيت. وكمان متوفر معدات سنوركلينج لان الميه صافيه فهتتبسطوا قوي. وفجاه لقيت ليفل التهور زاد مع اصحابي وبقوا ينطوا من فوق ظهر اليخت ويتحدوا بعض في الوقت اللي انا كنت فيه بحارب مع عوامه البطه. شويه بقى وفرهدنا، وكان في ناس بتصطاد وكان في ناس مهتميه قوي بحوار الاكل والشرب اللي هم برضو كانوا بيساعدونا فيه عشان يبقوا متاكدين ان الاكل هيطلع بكواليتي محترمه جدا، ناكل ونملى كرشنا ونبسط. وبالمناسبه من ضمن الحاجات الاكسترا انتوا قادرين تزودوا 250 جنيه